الوفاء من جمهور الهلال والتحية الكبيرة اللي لقاها عند الدقيقة 37 مجريات شوط المباراة الأول. حارس قدم نفسه بكأس العالم، قدم نفسه مع منتخب بلاده المغرب بشكل ممتاز جدا، قدم نفسه في الملاعب الأوروبية بشكل ممتاز جدا، يظهر مع الهلال ويقدم نفسه بشكل ممتاز جدا، يتنازل عن كثير من الجوائز الشخصية بالنسبة له بشكل شخصي ويبقى من أجل المجموعة. الهلال لديه حارس عملاق بقيمة بونو. الهلال لديه حارس عظيم بقيمة بونو. هدوء بونو داخل المرمى أو في الخشبات الثلاث هو ما يميزه دائما في جميع المباريات. هدوء بونو حتى في طريقة الكلام مع اللاعبين اللي في الأمام يجعله دائما مميز في المرمى. نور صبري يمكن عنده معلومات أكثر مني عن حراس المرمى، ولكن أنا بالنسبة لي لما أشاهد حارس المرمى لديه الثقة في الخشبات الثلاث مع الهدوء يكون أفضل حارس في العالم. الحارس اللي دائما متنرفز بشكل كبير جدا هذا هو الحارس اللي دائما يلج مرمى أهداف بشكل كبير جدا، لأنه ما يكون في تركيز في أثناء المباراة. لذلك يستحق حقيقة هذه اللفتة الكابتن بونو. وجمهور الهلال دائما جمهور مع لاعبينه من كثر حبه للاعبين يعطيه الوفاء الكبير اللي عنده. وبرضه نحيي جمهور الهلال اللي بادر بهذه التحيه. هي الاساس التحيه يجب تكون لجمهور الهلال حقيقه، ما يفكر بجمهور الهلال دائما. واي جمهور يفكر بلاعبيه او خدمه لاعبيه بهذه الطريقه هي وحدها هذه ميزه. جمهور الهلال اليوم قدم صوره اخرى لطريقه الوفاء الى اللاعب بما قدمه. نعم تخلى عن الحضور في حفل توزيع الجوائز، حتى بالجوائز الأحسن بالعالم والأفضل بالعالم، بقى مع الفريق. بونو حارس مميز، حارس له ستايل مختلف. يمكن الكابتن عمر تحدث عن قضية هو رياكشنه دائما هادي. في حراس دائما عنده توجيه مستمر يتكلم كثير، وفي حارس منرفز. هذه كلها حالات انت تعطيها يعني او حاله نفسيه تعطيها للمدافعين. علاقته جيده بالمدافعين وهذا شيء اساسي. وقوفه داخل الخشبات ويعطي ثقه لكل اللاعبين. فتحيه له مبروك له طبعا الاختيار، يستحق هذه الوقفه الحارس الكبير ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال. افتح في مواجهه الحدث عن 66% نسبه استحواذ للهلال مقابل 34%. نور صبري عمر غامدي في قراءه الاوراق الفنيه للمدربين. حقق خصوص ما يبحث عنه الاستمراريه في الانتصارات. بالضبط الاستمرار. مبروك طبعا للهلال، مبروك لضمك، وايضا يعني كل النتائج اللي حتى هذا اليوم اعتقد كانت متوقعه بشكل كبير. لكن اذا جينا على مباراه الهلال ايضا هي مباراه اقل جوده حالها حال مباراه الطائف في الدور الماضي وفي الجوله الماضيه، وهي مساله اعتياديه جدا. فريق مرات يمر في مرحله من الجهد البدني لكن يبحث عن الاهم وهي النتيجه. شوط اول شفنا وقلنا انه فريق الوحده قدم اداء متوازن، اداء جيد، احرج الهلال خاصه بعد ما استقبل هدف. لكن بالشوط الثاني الهلال استلم هدف. يناس خوشبنت وشوال خوشبنت في شامل الملاس معلم فريض العلماء مميز جدا. متروفيتش اللي ما شفناه كل المباراه، لكن يعني نتكلم على طريقة مدرب أيضا حتى في عملية تدوير اللاعبين وإراحة اللاعبين واللعب بتوازن. يعرف احتياجه بشكل ممتاز جدا في أي مباراة. بالضبط، لأنه هو يعلم هو ضغوط المباريات اللي على الفريق ويعلم من الجهد البدني اللي دائما على اللاعبين. لذلك يحتاج اللاعب دائما إلى الراحة. لذلك هو يعلم أنه إذا هو استحوذ على المباراة مستوى ونتيجة أنه يستطيع أنه يكون في تدوير بين اللاعبين ويراحة بعض اللاعبين ليكون في المباراة المقبلة يكون الفريق في أكثر جاهزية. طب خلينا نروح لملعب الأمير فيصل بن فهد العزيز عبد الرحمن الشقاري وردة فعل لاعبي الوحدة بعد نهاية المواجهة. عبد الرحمن الشقاري، طبعا هذا حديث لاعبي الوحدة بعد نهاية المباراة. كابتن نور، كنا تكلمنا عن قيمة متروفيتش، سافيتش، مالكم أيضا تحدث عنه الكابتن عمر الغامدي، وقيمة لاعبين